أي حدا صار يشوفني فمباشرة منال معروف بالدبلاج الكرتوني، فبحبوا يسمعوا. يعني كتير بسمع إنه ليه صرت على صفحتك وأنا بسمع للشخصيات الكرتونية اللي أنت بتأديها، فهذا الإشي كتير بعطيني زي دفعة إنه أضل مستمرة في الموضوع. اسمي منال يدك، خريجة إذاعة وتلفزيون من جامعة النجاح الوطنية، عمري 22 سنة، من قرية قصيم. 25 26. أصبح لدي مبلغا كبيرا، ابتسامتي لن تتوقف. كم أنا سعيدة. ماروكو، إنك لا تحتاجين كل هذه النقود الآن. أعطني 20 دينارا. لا ماروكو، سوف أفتح لك حسابا في البنك للمستقبل. لا أريد حسابا. مهمة الدبلاج الكرتوني بلشت سبحان الله، يعني احنا دائما بنحكي الصعاب بيكون فيها إشي لازم نستفيد منه، يعني مستحيل تمرق عبث. ففترة كورونا كانت فترة صعبة على الكل، بس الحمد لله يعني ربنا أعطاني إنه أكتشف هاي الموهبة بهاي الفترة. فاكتشفت الموهبة وقدمت صوت كرتوني للناس، كانت شخصية سالي، فالناس حبوها كثير، والحمد لله بلشت من وقتها إنه أضلني أنشر، وهذا الإشي ساعدني إنه أضلني أقلد أصوات كرتونية وأدور في وين شخصيات أديها. هي الموهبة إجت صدفة، يعني أنا ما عمري من قبل قلدت أصوات كرتونية أبدا. فإجت صدفة، كان عاملين زي مسابقة على جروب عندنا إنه كل واحد يعني يعطي موهبته في شيء معين، فأنا حكيت بدي أجرب. يعني هيك طلع سبحان الله، يعني ربنا بعطي الهداية والإلهام للواحد يعني بدون ما يكون مخطط. فالحمد لله زبطت الصوت وعجبهم، وبعدها كملت، يعني نصحوني إنه أكمل. كانت ردة الفعل كتير حلوة وشجعتني إنه أستمر في هذا الموضوع، وكونه الإشي يعني محبوب من الناس وبذكرهم بماضيهم. يعني بتعرف أنا بحب خصوصا أقلد الأفلام الكرتونية القديمة يعني أكثر من الجديد اللي حاليا بتبث، فهذا الموضوع خلاهم إنهم متشجعين دائما، يعني يستنوا المزيد من الأشياء اللي أنا بسجلها. بنشر موهبتي من خلال صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستغرام. تقدر تحكي عندي عدد يعني منيح نوعا ما على الانستغرام، بتابعوني وبحبوا كتير يشوفوا المقاطع الجديدة اللي أنا رح أنشرها، يعني زي عندهم انتظار لأنا شو رح أنشر بالفترات الجاي. فيعني كل الشكر لهم، وكل الشكر لحدا بدعم بكلمة، بتعليق، بلايك، بشير، بدعم بأي يعني بأي طريقة. فموضوع المتابعين الحمد لله يعني إنه بخلوني إنه أستمر في الموضوع. كبريت كبريت كبريت، من يريد كبريتا؟ هل تريدين سيدتي؟ عمي، هل تريد كبريتا؟ أبرز العقبات اللي بواجهها خصوصا هون بفلسطين، إن هذا الموضوع نادر إنه تلاقي ناس ممكن ترسم رسومات كرتونية أو إنها تلون وتحرك، فبكون أقل حاجة لحدا ممكن أدي أصوات كرتونية. هاي عقبة. العقبة الثانية ممكن إنه كوني أنا من بيئة محافظة، الناس كانت بالبداية تشوف الموضوع غريب شوي، إنه كيف أنا بقلد أصوات كرتونية هيك، بس كونه الواحد يعني بيعمل إشي بحبه، إشي مش مخالف خلينا نحكي، فالموضوع عادي جدا. بس بعد ما ضليت أنشر صاروا متقبلين الموضوع وشايفينه إنه طبيعي، ويطلبوا مني إن أنشر أكثر. إن شاء الله حابب يكون بالمستقبل لي برنامج كرتوني خاص فيي أنا، شخصيا اللي أديه وبصوت البطلة الفيلم يكون أنا. فهذا إن شاء الله بالإشي بطمح له حاليا، فإن شاء الله يصير يتحقق في يوم من الأيام.